حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا. احلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات عبد الحميد وجهاد ونسوم. حبايب قلبي، انا جاي لكم النهارده بفيديو جميل جدا، وان شاء الله كده يا رب يعجبكم. بس بقى ما تنسوش تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. النهارده بقى جايبه لكم وصفه تحفه. انا بصراحه ما رضيتش ان انا اطلع لكم اصور الا ما اجربها واشوف كده هتنجح معايا ولا الوضع هيبقى ايه بالظبط. ولقيتها يعني وصفة اقتصادية ما شاء الله جميلة. هتنفعنا وتنفع ولادنا، وحاجات من البيت نظيفة معروف مصدرها ايه. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا الجرس. وتعالوا بينا بقى نقول لكم على احلى واجمل فيديو. النهارده بقى هنعمل لكم طريقة البرجر الاقتصادية. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا طبعا يعني كذا مرة بصراحة كنت بعمله، بس ايه يعني بكسل اصور وكده. النهارده قررت بقى ان انا اصور لكم الوصفة من الاول للاخر، ان شاء الله كده تجربوها معانا. انا اتصدمت من الطعم، وهم يا جماعة، وهم بسم الله ما شاء الله. انا عايزة اقول لكم احلى واجمل من اللي احنا بنجيبه من بره. وكمان يعني احلى حاجة فيه ان هو مضمون نظافته، ومعروف ايه اللي انت حاطاه وبتاكلي ولادك ايه. حاجه ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الوصفه النهارده البرجر بتاعنا احنا معانا كيلو لحمه. عايزه اقول لكم الله اكبر الله اكبر، ممكن يعمل لنا فوق ال 40 قطعه. يعني احنا جبنا فول صويا عشان طبعا نضاعف الكميه. بس عايزه اقول لكم والله يعني اصلا لا طعم ولا اي حاجه بتبان غير اللحمه المفرومه، والطعم بجد بيطلع تحفه. جايبه ربع كيلو، طبعا نقعته كويس اهو يا جماعه، ونشفته كويس بسم الله ما شاء الله. عندنا 3 معالق نشا، عندنا 4 بيضات، عندنا فلفل احمر، فلفل اخضر، خضره. كمان بقى الوصفة فيها ما شاء الله بصل. طبعا ينفع تجيبي بصل بودر وتوم بودر، لا انا بحب يا جماعة الحاجات الطبيعية، بحس ان هي فيها الطعم والتست بتاعها اعلى، بيبقى بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا بصل وفلفل وخضرة مشكلة، شبت وكزبرة وبقدونس، 4 بيضات. عايزة اقول لكم غسلة حوالي 4، يعني بصوا كوباية برغل كده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله نقعها كويس، يعني بصوا مفلفله الله اكبر جميله. طبعا الملح. عايزه اقول لكم جايبه بهارات لحمه. يعني بصوا بجيبها على بعضها كده بتبقى تحفه بسم الله ما شاء الله. كمان جايبه اللي هم ال7 بهارات على بعض. انا مش محتاجه اكتر من كده، مش محتاجه ولا اي حاجه خالص تاني في الوصفه بتاعتنا. طبعا اللحمه المفرومه هفرمها في الكبه دلوقتي وهوريكم. انا ان شاء الله بعمل ايه خطوه بخطوه كده، وان شاء الله الوصفه تعجبكم. انا عايزه اقول لكم عشان كنت اول مره بجرب الوصفه، كنت قلقانه ان البرجرايه مثلا يعني تفك مني، ما تبقاش مثلا مظبوطه او كده. عايزه اقول لكم انا اتصدمت بجد من النتيجه. يعني النتيجه عجبتني جدا لدرجه اني بصوا فكرت ان والله يعني الموضوع يوصل لمشروع، لاني الطعم تحفه بجد بجد تحفه. يعني عايزه اقول لكم زي اللي احنا بنطلبه من المطاعم، يمكن احسن وانضف ومضمون. هنقول لكم بقى لحظة بلحظة معانا اهو. طبعا ان شاء الله كده هنبدأ بقى نحط البصل نفرمه كويس في الكبة مع الفلفل مع الخضار. كل الحاجات دي هنفرمها ونبتدي نحطها في عجان لوحدها. ونحط بقى الفول الصويا والبرغل. كل الحاجات دي يا جماعة لازم تتفرم كويس جدا، وعايزة اقول لكم تنقعوها حوالي ساعة. انا عايزه اقول لكم يعني ممكن هو اقل من كده لو انتي مستعجله، بس عاوزه اقول لك بجد كل حاجه بسم الله ما شاء الله. الطعم تحفه 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 يا جماعه والله العظيم. احنا عندنا يعني عايزه اقول لكم والله يا جماعه، يعني لو عندك وقت فاضي مثلا او يوم او حاجه، طبعا للناس اللي هي في شغلها او كده ما عندهاش وقت، الحاجات دي بتبقى سريعه جدا في الاكل. عايزه اقول لكم يعني عاوزه اقول لكم الحاجات اللي انت ممكن تتعبي فيها مثلا في يوم، او انت مثلا بتجهزيها في البيت او كده، بتوفر معاكي وقت كتير كتير. ساعات ببقى مستعجله جايه من شغلي عايزه ان انا اعمل اكل سريع، ممكن تطلعي البرجر، ممكن تدخليه في اكلات تانية، ممكن نعمل كفته سيخ، حاجات كتير يا جماعه ممكن نجهزها. يعني انا عندي تجهيزات المتفرزه دي احسن حاجه بجد بتساعدني في المطبخ. عايزه اقول لكم من الدرجه الاولى بتوفر معايا وقت كتير. تلاقيني بطلع مثلا كيس البصل متفرز جاهز، عايزه اقول لكم تحفه كاني لسه انا عاملاها دلوقتي، فرماه في الكبه او كده. التوم برضو بفرزه.
بقى عايزه اقول لكم برضو من الثوم المفروم، اللحمه اللي بتفرميها، كل الحاجات دي يا جماعه بتساعد وبتوفر معانا وقت كتير. يعني بسم الله ما شاء الله، يكفي ان انت ضامنه نظافه كل حاجه بتعمليها بايدك لاولادك. الحاجات بصراحه اللي بره دي انا ما بشجعش، يعني انا شخصيا ما بجيبش المصنعات دي من بره. اي حاجه مجمده انا بصراحه ما بحبهاش، يعني احنا ما تربيناش عليها اصلا. ولا انا بحب ان انا مثلا اجيب حاجه انا مش عارفه مصدرها ايه. اي حاجه بقى بحب اعملها لاولادي في البيت بسم الله ما شاء الله. ويلا بقى تابعوا معانا لحظه بلحظه. هنفرم بقى كل الحاجات الجميله دي مع بعض، وهرجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي. اهو يا جماعه افرم البصل مع الخضره مع الفلفل مع الطماطم، كل الحاجات دي يا جماعه، وهرجع لكم تاني اوريكم احنا عملنا ايه، او العجينه بتاعت البرجر بقت شكلها. قلبي بقى حطينا البصل مع الفلفل مع الفلفل الاخضر، يعني هنحط من الكميات اللي انا وريتها لكم دي شويه بشويه كده. هنفرم الكميه كلها ونرجع تاني نوري. بصوا يا حبايب قلبي، انا فرمت اهو البصل مع الفلفل الاحمر مع الفلفل الاخضر مع شويه من فول الصويا. عايزه اقول لكم ما تفرقوهاش خالص خالص عن اللحمه المفرومه. وكمان مع البهارات مع طبعا حاطين حته دهون كده بسيطه. عايزه اقول لكم كل ده بيعلي التيست، عامل حاجه تحفه بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه، انا حبيت اوريها لكم اهي بعد ما فرمتها. بصوا الله اكبر، الكبه مطلعاها ما شاء الله جميله جميله جميله. هفرم بقى باقي الكمية وهرجع اوريكم ما شاء الله اللهم بارك فرمنا كله ازاي. انا يا جماعة خلصت الكمية كلها اللهم بارك. البرغل اهو اتفرم كويس، ودوت الفول الصويا مع البصل مع الفلفل الاحمر والاخضر. كل المكونات اهي يا جماعة زي ما انتم شايفين. حبايب قلبي بقى معلقتين النشا هم بنحطهم اهو زي مادة ربط كده يا جماعة اهو بسم الله ما شاء الله. هنحط كل البهارات اهي، بهارات اللحمة والسبع بهارات على بعض والملح، وهرجع اوريكم تاني هعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده حطينا البيض وحطينا معلقتين النشا، اللحمة المفرومة اللهم بارك كيلو. انا عايزة اقول لكم الله اكبر بسم الله ما شاء الله، من كيلو واحد عملنا 3 كيلو برجر. يعني عايزة اقول لكم الله اكبر 3 كيلو، يعني ما شاء الله. نشوف بقى تطلع معانا كام قطعة كده. كمان انا جهزت دي هعمل بيها البرجر، لاني انا ما لقيتش المكبس بصراحة، مش عارفة انا حاطاه فين دلوقتي. دي انا جبتها هنحط فيها وهنوريكم بنعمل برضو بيها ازاي. نقدر يا جماعة نتصرف باي حاجة عادي. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله كل المكونات اهي. هنعجنها بقى كويس جدا جدا جدا، ونخلي البهارات والملح واللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم برضو انا فرمت عليها قطعه ليا، عايزه اقول لكم تحفه، يعني بتدي تيست بجد جميل قوي قوي قوي. اهو يا جماعه كيلو لحمه مفروم طلعنا منه الله اكبر بسم الله ما شاء الله، يعني فوق ال3 كيلو برجر. يعني عايزه اقول لكم من كيلو واحد عملنا كل الكميه الحلوه دي. كمان البيض يا جماعه، في ناس هتقولي طب انت ليه حاطه بيض معاهم؟ واولا ماده ربط، ثانيا انا عايزه اقول لكم يعني بيكمل العناصر الغذائيه كلها بجد، يعني وجبه متكامله بسم الله ما شاء الله تحفه. هنعجن بقى كل الكميه مع بعض ونرجع لكم. طيب قلبي بقى احنا عملنا كل المكونات اهي زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم العجينه تحفه. كمان بقى في مكون مهم يا جماعه نسيت اقول لكم عليه، بيكنج باودر يا جماعه. نحط حبه حوالي معلقه كبيره كده على على الكميه. عايزه اقول لكم بقى بتنفش الحاجه وبتبقى تحفه وخفيفه كده. بنحط منها معلقه واحده. يبقى احنا كده بسم الله ما شاء الله. انا مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، يعني بجد تحفه. ريحه العجينه تحفه، عايزه تتاكل كده ما شاء الله بجد، يعني جميله. او كل الكميه بقى هنعملها برجر كلها، وارجع اوريكم عملنا ايه مع بعض. بعد ما خلطنا الكميه كلها جبت طبق صغير كده حطيته يعتبر في العجينه كده، علشان بقى بنعمل تركايه عايزه اقول لكم مهمه جدا بسم الله ما شاء الله. هنحط هنا حته فحم دلوقتي، وبعد كده بننزل عليها بشويه زيت. يعني عايزه اقول لكم بنسيبها شويه تتشمع مع بعضها كده، هتبقى ريحتها تحفه يعني بسم الله ما شاء الله بجد، يعني جمدان. اهو يا جماعه بصوا الجمال. حطيت اهو فحم معانا على طول اللي هو سريع الاشتعال ده.
شويه زيت اهمت. عايزه اقول لكم الريحه هتقلب الدنيا دلوقتي. بصوا يا جماعه، بصوا هنغطي بقى العجينه معاها شويه كده، هيبقى طعم البرجر كله كانه على الفحم يا جماعه، حتى لو عملناها على الجريل. بصوا يا جماعه الجمدان، عايزه اقول لكم الريحه دمار. طيب قلبي بقى اهو، ده طبق اهو صغير لاني مكبس البرجر بتاعي بصراحه زي ما قلت لكم مش لاقياه. هنتصرف يعني. بصوا ممكن غطا بطرمان اي حاجه يا جماعه هتمشي. اهو دي اكياس تلاجة عاديه جدا. عايزه اقول لكم بناخد قطعه بقى كده اهو، بسم الله ما شاء الله. حاولي تخلي الكميه كلها قد بعض، ونعمل كده اهو يعني ليها حرف كده. واقول لكم ليه دلوقتي. عندي جبنه موزاريلا اهو يا جماعه، نحط حبه كده اهو، ونلم تاني العجينه على الجبنه الموزاريلا كده اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. هناخد قطعه كمان ونحطها كده اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني روقان. بصوا تكبسي قوي كده بحيث ان كله يبقى متساوي مع بعض اهو. بصوا اوريكم بقى الشكل اهو يا جماعه ما شاء الله. تقلبيها كده الناحيه التانيه، بططيها شويه عشان تبقى مظبوطه معاكي اهو اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ولا اروع يعني اهو يا جماعه. تعمليها شكل البرجرايه اهو زي ما بنجيبها من بره اهو. بصوا بجد تحفه. هنعمل بقى كل الكميه ونرجع لكم تاني نوريكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا مش عايزه اقول لكم الكميه بتاعت البرجر قد ايه يعني. الله اكبر الله اكبر. عملنا حوالي 30 قطعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عامله طبقتين اصلا. بصوا يا جماعه الكميه ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. اخيرا يا حبايب قلبي بقى خلصنا ما شاء الله، اللهم بارك. الكميه كلها انا عايزه اقول لكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني عملت حوالي 60 قطعه ما شاء الله من كيلو لحمه واحد. بصوا الجمدان اهو يا جماعه. بصوا ما شاء الله الكميه كلها. بصوا انا عايزه اقول لكم انا عامله طبقتين يعني. بصوا لسه في تحت اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد الكميه يعني الله اكبر. مش عايزه اقول لكم قد ايه اهو. بصوا يا جماعه، وعايزه اقول لكم البرجر احسن من اللي بره واجمل بكتير. بصوا اهو. كمان فاض بقى معانا يعتبر عجينه منها، عملناها زي الحواوشي كده في عيش بلدي اهوت. وبرضه عايزه اقول لكم هتطلع طعمها تحفه. بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا لكل اللي ياكل. ما تنسوش بقى يا جماعه تدعمونا وتعملوا لنا لايك، وان شاء الله كده يوصل لكم مننا كل جديد ويوصل لكم مننا كل جديد. احنا بنفرح قوي بتعليقاتكم يا جماعه. ولو في اي وصفه تانية او بيتعمل بطريقه تانية او بنضيف له اي حاجه تانية، يا ريت تفيدوني في التعليقات. واقول لكم تصبحوا على خير ومع السلامه. حبايب قلبي اهو حطيناهم بقى في علبه ما شاء الله، اللهم بارك. العدد حلو اهو. هنحط بقى في كذا علبه يا جماعه. طبعا عاملينهم ادوار كتير يعني ما شاء الله، اللهم بارك. دول حوالي 35 قطعه. هنحط الباقي في علبه تانية بقى.